الخيانة من العدو حالها سهل، الصعيبة من اللي كتجي من اللي وقفتيه على رجليه بيديك. كان يا مكان، حتى كان الله في كل مكان، وكانت الحكاية وما فيها ديال هاد المثل اللي كيعرفوه كاع المغاربة، ديال الدجاجة اللي غسلت رجليها ونسات ما داز عليها. هو كيضحك شوية، ولكن منين تفهموه ربما يخلعكم شوية. ايوا صليوا على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وقربوا وسمعوا مزيان. في واحد الزمان ما بعيد ما قريب، وفي واحد الدوار منسي بين الجبال، فين الليل كيكون طويل والبرد كيدخل حتى العظم، كانت واحد الدار، وهي الصراحة ما دار ما والو، غير حيطان واقفين بالصبر، والسقف كيتسنى غير الرحمة ديال الله باش ما يطيحش. هذيك الدويرة هي دويرة حماد وزهرة. لا فراش زين، لا ماكلة كافية، غير طاجين خاوي وقلب عامر بالهم. حماد راجل بسيط، وجهه شاحب من العيا، ويديه مشقين من الخدمة اللي كتجيب بالكاد اللقمة، يدور ويقلب وكيرجع خاوي، ولكن ما كيشكيش. أما زهرة مراتو الفقر دار فيها العجب، غير كتشوف حماد داخل وتبدا: اش جبتي هداك الراجل؟ فين هي الفلوس؟ واش غادي تبقى هكا؟ حماد كيحني الراس ويسكت، حيت عارف الكلمة ما غادي تزيد غير تشعل العوافي. ولكن زهرة نونو كحل العيون ولا كتسكت: راك ما صالح لوالو، الناس خدامة وكتجيب وانت غير كدور، راه ما بقى حتى طرف ديال الخبز في الدار، دابا شنو غادي ناكلو؟ الريح. وهي باقا كتنكر، وغير جيبيا فمو كول، حتى سمعوا الدقان في الباب. زهرة وهي كتصوت مشات حلات الباب، ولقات في الطومة جارتهم واقفة وعلى وجهها بسمة دافية، وقالت لها: السلام عليكم بنيتي زهرة، كيف بقيتي؟ وهي تمد ليها واحد القصيعة مغطية بمنديل بيض مطرز، وقالت لها: غير تدويقة، قبلوا عليا بنتي. في ديك اللحظة عينين زهرة وساعوا من الفرحة، شدت القصيعة بيديها وهما كيترعدوا، ودخلت وهي كتجري بحال شي بنية صغيرة: حماد حماد، شوف شني جابت لينا في الطومة. حطت القصيعة فوق الطبلة وحيدت المنديل، وريحة الماكلة عمرات المكان. حماد ملي شاف الفرحة في وجهها غلف قلبه إحساس ثقيل، حس براسو راجل مكسور باغي يعطي ولكن ما قادرش. زهرة جلست حدا حماد وشافت فيه بنص عين، وقالت ليه: يلا كول وما تعودش عليه. داك الليلة حماد كرشو باتت شبعانة، لكن عقلو جيعان كيخمم ويعاود: اش المعمول. وكل امره المولاه ونعس. الغد قصد السوق كيف العادة، الناس داخلة خارجة، وهو كيقرب شوية لكل واحد فيهم: نعاونك سيدي، نهزلك تقلا لا. كاين اللي كيقول ليه الله يسهل، وكاين اللي كيمر بحال ما شاف حد حداه، وكاين اللي كيلوح بيدو ويبعدو. وحماد داتو عيات، لكن عارف أن زهرة ما كتعياش، خصوصا إذا جاب يدو خاويين. الحاج عبد السلام جالس حدا دكانو كيبيع ويشري، ولكن عينيه ديما على حماد، كيشوفو كيفاش كيتحرك، كيفاش كيترد، وكيفاش رغم كل شي ما كيستسلمش. في نهار من النهارات نهض الحاج من مكانو وناداه: وليدي تعال هنا. حماد قرب وقلبه كيضرب. الحاج شاف فيه مزيان وقال له: واش ما لقيتيش شي خدمه احسن من هادي يا وليدي حماد؟ حماد نهد وقال له: والله الحاج قلبت وعيت من قلب، ولكن ما لقيت حتى باب من غير هذا. الحاج سكت شويه وقال له: ايوا وليدي، غادي تحل باب اخر ان شاء الله اليوم، تبعني. وقال له: غادي تبدا تخدم هنا في المحل، غادي تبدا ترتب السلعه وتنقي الدكان وتشطب حداه الصباح وترش الماء وتخليه ديما نقي وريحته زوينه. حماد قلبه طار بالفرحه
وبدا كيدعي مع الحاج عبد السلام ويشكروا على هذا المعروف. وملي خرج في السوق وعشات العشية، حماد رجع لدارو، ماشي كيمشي ولكن كان كيطير، قلبو عامر فرحة. دخل للدار وهو كينادي: زهرة، وزهرة فينك زهرة؟ زهرة خرجت مشنفة. اش واقع؟ قال ليها هو كيلهت: الحاج عبد السلام عطاني شي بركة وخدمني معاه في دكانه، ووعدني نتخلص كل 2 أسابيع. زهرة اللي ما كان عجبها حال ما قداتها فرحة، ضحكات وقالت ليه بلا ما تفكر: واش اخبارك العربي؟ عنده عرس بنته الشهر الجاي، هاد الخلاص شري لي به من اللبس. حماد ضحك وقال ليها: ما يكون غير خاطرك. ومن داك النهار بدا حماد يخدم مع الحاج. الاول عطاه غير حوايج بسيطة، ولكن الحاج كان كيراقب، شاف فيه الاجتهاد والنية، وبدا كيعلمو غير بشوية، كيعلمو الخدمة في المحل كيف دايرة. ومرة كيخليه يتكلم مع الشراية ويتفاوض معهم. ودازو 2 أسابيع، حماد رجع للدار بيديه أول خلاص، عطاه لزهرة وقال ليها: ها هو الوعد اللي وعدتك به. زهرة عينيها ضحكوا، شدت الفلوس بين يديها بحال شي كنز وقالت له: يلا نمشي ونشريو. مشاو للسوق وشرات قفطان زوين وشربيل يلمع شوية، وحتى شي حوايج صغار كملت بهم الهندام. نهار العرس زهرة لبسات ووقفات قدام المراية، ما مصدقاش راسها، دارت شوية د الكحل وشوية د العكر الفاسي وبانت بحال شي وردة. وقالت لحماد: كيف جيتك؟ حماد تبسم وقال لها: زوينة بزاف. مشات للعرس وهي حاسة براسها أميرة، ولكن منين دخلات شي نسا بداو يتغمزوا ويضحكوا عليها وكيشوفوا فيها من الفوق لتحت بسخرية، حيت قفطان زهرة واخا زوين ولكن باين عليه بسيط، وحتى الشربيل ماشي بحال ديالهم. زهرة فرحتها نقصات وحست براسها صغيرة وسطهم. وفي داك اللحظة دخلت في الطومة مرات الحاج عبد السلام، وقفت وبدلات الوجه ديالها ونادت زهرة: بنتي تعالي عندي. شدت زهرة من يدها وجلستها حدها قدام النساء كاملين وشافت فيهم وقالت لهم: الزين ماشي في التوب، الزين في التربية، واللي ما عندوش القلب ما يزين وخا يلبس الذهب. سكتوا كاملين، وزهرة حست بروحها كبيرة، ماشي بسبب القفطان ولكن بالكلمة اللي وقفت معها. مرت الايام وحماد بدا كيشرب الحرفة والحاج بدا كيعول عليه وسط المحل، كيدور وسط الناس كيعاون، كيضحك، كيتحمل الكلام وما كيسرقش النظرة وما كيغش حتى واحد. واحد النهار واحد الزبون عطاه فلوس كتر من الثمن. حماد شافها وكان قادر يسكت، ولكن لا، رجع ليه الباقي. الحاج كان كيشوف من بعيد، هز راسو وتبسم وقال في خاطرو: دابا طاب. ومن ديك الساعة تبدلت المعاملة، ما بقاش كيشوف فيه غير خدام عنده، ولا كيعتمد عليه، خلاه يشد الحساب ويشري السلعة بوحده ويوقف قدام الناس بحاله بحال مولشي. الحاج ما كانش كيعلمه غير الخدمة، كان كيعلمه الراجل كيفاش يكون راجل، وديما كيقول ليه: اللي بغيتي تدوم معاه عاملو بالنية، واللي بغيتي تربح معاه ما تغشوش. وحماد كان كيسمع ويطبق حتى جا داك النهار. السوق كان بارد والشتا خيط من السما. الحاج ناداه: حماد تعال هنا يا ولدي. حماد خلى اللي في يدو وجا لعندو. الحاج قال له: جلس. طول فيه النظرة وهو ساهي بحال كيحسب شي حاجة في راسو، ومن بعد خرج واحد السرة وحطها قدامه وقال له: افتحها وليدي حماد. حماد حلها لقى فيها فلوس كتيرة. شاف الحاج وهو ما فهم والو. الحاج قال له بصوت هادي: دابا وليدي كمل الطريق ديالك، هادي ماشي صداقة، هادي ثقة،
أنا عطيتك اللي تعلمت والباقي عليك. إلا ربحتي فرح براسك، وإلا خسرتي تعلم وما تلوم حد. حماد بقى ساكت وعينيه عمرو بالدموع، وقال الحاج: واش بصح نقدر؟ الحاج شاف فيه وتبسم وهز راسو وقال له: قادر بحول الله حماد. حماد شد السرة وضمها لصدرو. بدا صغير كيشري بالقليل ويبيع بالقليل، كيبات يفكر في كل درهم وكيقوم بكري قبل السوق باش يكون هو الاول. الناس بداو كيعرفوه، واحد كيقول: داك الولد اللي كان كيعاون ولا تاجر معقول. وواحد اخر كيقول: كلامه ميزان وما فيهش الغش. ومع الوقت توسعت تجارته، زاد في السلعة، زاد في الربح، ولا الاسم ديالو كيدور في السوق، حتى ولا عنده دكان كبير. ومن بعد شرا دار، ماشي بحال داك الخراب اللي كان ساكن فيه، دار واسعة بعيدة على السوق وبعيدة حتى على الحاج عبد السلام. في الأول كان كيمشي عند الحاج يسلم عليه ويسول فيه ويجلس معاه شوية، ولكن الدنيا في الراقة وممكن بالتالة، واللي تبعها ما كيرتاحش. شوية بشوية ولات الزيارة مرة في الأسبوع، ومن بعد مرة في الشهر، ومن بعد مرة في شحال. البيع والشراء والحساب والطموح كل شي شغله، ومرت أيام وشهور وسنين. والحاج عبد السلام كبر وتجارته بدات كتهبط. صفقة خسر فيها، وواحدة أخرى ما ساقش ليها الخبار قاع، وزبانة أبدلو الطريق، والدكان اللي كان عامر خوه واللي كان كيعطيه ولا كيقلب كيفاش يدبر راسو، والناس اللي كانت كتحسب ليه ألف حساب بداو كيدوزو بلا ما يوقفوا. والحاج جالس حدا دكانو نفس المكان، ولكن الدنيا تبدلات. ومع الوقت الأمور زادت التزيرات. فطومة كان كيبقى فيها الحاج، ولكن ما عندها ما دير. واحد النهار قال: ما بقى ما يدار، نمشي لعند حماد، راه ولدنا قبل ما يكون تلميذنا. لبس جلابته وخرج بخطوات تقال، ضرب الطرقان حتى وصل قدام داك الباب الكبير. دق، فتحات زهرة وغير شافته وعينيها تبدلات. السلام عليكم بنتي يا زهرة. جاوبته وقالت: وعليكم السلام. سكتت شوية وبلا مقدمات قالت: حماد ما كاينش. ودخلت وسدت الباب. رجع الحاج، ولكن قال مع راسو: يمكن ما صادفتوش، بنادم مشغول، غدا ان شاء الله ونرجع. الغد من اللي رجع نفس الباب ونفس الدقة، وفتحت زهرة وبنفس الجملة جاوبته، لكن بورود كتر: حماد ما كاينش. وسدت الباب في وجهه مرة أخرى، وحتى المرة الثالثة نفس الشي. وقف الحاج شوية قدام الباب ونزل راسه وقال: راه بان المعنى، ما بغاش يشوفنا. من اللي رجع للدار كان خاطره مكسور، وخا كيحاول يخبيه، لكن في الطومة كانت حاسة به. قالت ليه: نعل الشيطان الحاج، حماد مستحيل ينكر خيرك، راه غير مشغول، الدنيا دايراه. غدا نمشي معك، حتى إلا ما لقيناش نجلسوا نتسناوه، حتى أنا توحشت زهرة. في الغد عمل برايها ومشاو بجوج، دقوا الباب وزهرة تاني حلات الباب. تبدل وجهها، ولكن ما قدرتش تسد الباب كيف قبل. سلمت عليهم سلام مخطوف بلا حرارة. الصالون كبير وزوين، ولكن الجو فيه برد ماشي ديال الشتاء، ولكن برد ديال القلوب. جلسوا وزهرة غبرت شوية، رجعت وقالت وهي كتحاول تسالي الموضوع: راني قلت لكم حماد ما كاينش، وانا الصراحة معروضة، غير سمحوا لي، حتى كاس داتاي ما عنديش الوقت باش نضايفكم به. وكانت كتكلم وعينيها ما فيهم لا حشمة لا صواب. فطومة والحاج فهموا المغزى، لكن الصدمة خلاتهم ساكتين وحالين فمهم. هنا زهرة ما بقاش عندها الصبر وانفعلت وغوتت عليهم: واش نتوما ما عندكم ما يدار هاد الايام؟ غادي تبقاو غير خيطي بيطي عليا هنا؟
وفي ديك اللحظة بالضبط ما يدخل من الباب غير حماد، وسمع مراته اش كتقول للناس اللي لحم كتافو من خيرهم. شاف الحاج وشاف فطومة وشاف الحقرة في عينيهم وحس بالألم اللي في قلبهم. غير شافتو زهرة تخلعت وتبكمات. حماد من فاعل قالها: الحاج بنفسه كيجي يدق بابي وانتي ما تخبرينيش. واش انتي واعيه شنو درتي؟ لولا هاد الراجل كون راني باقي كندور في السوق وانتي باقي كتاكلي الخبز الكرم. هادو يا مرت حماد الحمال، ولا الدجاجه غسلات رجليها ونسات ما داز عليها. حلي ودنك مزيان وسمعيني، سديتي الباب في وجه اللي فتح ليا الدنيا، ومن هاد النهار ما بقى لك جلاس في هاد الدار. راكي لا 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 وليدي، يعيشك. سامح سامح السماح زين. فطومه نقزت لعنده قبل ما يكمل الكلمه. الحاج حتى هو وخا قلبه كان غاضب قال له: اسمع حزين وليدي. حماد قرب عند الحاج وباس ليه راسه وقال له: الحاج، راه كل ما كان ملك راه ملكك، وهاد الدار ديالك، وهادي لا بغات تبقى هنا غادي تكون خدامة ديالكم. زهرة فاضت دموعها وهي مرمية على الأرض كتشوف الباب اللي سداتو بيديها كيفاش تسد عليها هي بوحدها. ومن هنا بقات الحكمة كتقال: ولا الدجاجة غسلات رجليها ونسات ما داز عليها. كتقال في بنادم اللي كينسى أصله وكيتكبر على خلق الله. ايوا حكايتنا سالات وما بقى لي غير نقول لكم: ومشات حكايتي من الواد الواد وبقيت انا مع ولاد الجواد. ايوا السلام عليكم.